السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سنة سعيدة وايام جميلة علينا وعليكم وعلى الناس كلها يا رب. انا ما بنزلش فيديوهات كتير غير كل فين وفين، فمعلش انا اسفة ان مش متابعة على اليوتيوب. نحب نصلي كده على النبي ون... وندعي لاخواتنا في كل مكان ان ربنا ينصرهم ويشفيهم ويشفي مرضاهم يا رب ويكبر خاطرهم بحق كل يوم مفترق وكل يوم بيعدي عليهم. انا هنا كنت بعمل قرنبيط. الخلطة بتاعته عبارة عن دقيق ومعلقة نشا وبيض ولبن. اللبن لو مفيش لبن متوفر بتزودي بحبة مية عادي او بكله بيض عادي، ده حسب ما انت حابة. بس هو عاوز يبقى فيه زيت كتير، انا كنت حاطة بس على قد ما انا كنت بعمل، لان انا مكنتش بعمل كمية كبيرة غير كل اللي عاوز بعمله على قده. تعرفي ان الخلطة مظبوطة ازاي؟ لما انت تنزلي القرنبيطة وتلاقيها، اللهم صل على النبي، وتلاقيها يعني مش ميه، يعني ما نزلش الخليط من عليها، لا لسه ماسك عليها، هو كده مظبوط. ومعاها بطاطس محمره، بس انا سلقاها مخرطاها كده وسلقاها. معلقه النشا عشان يبقى ناشف ما يبقاش طري. وبحط نص معلقه صغيره كده او ربع معلقه صغيره كده بيكنج باودر. الخلطه اهي. طبعا الواحد لما يبقى مستعجل بيلاقي كله جه فوق دماغه، فانا ما كنتش عامله حسابي خالص على الوضع اللي انا كنت فيه ده، بس الحمد لله يعني. دي البطاطس بحمرها اهو، وكده ده الغدا. حتة لفت، حادق لفت، وبطاطس مسلوقة محمراها، وسلطة ورز. ما شاء الله، هو مش محروق يا جماعة، ما شاء الله. بعرف ان هي قلبها مستوي، انت بتهدي النار عليها عشان ما يتحرقش. سبحان الله، يبقى الواحد عاوز حاجة بتلاقيه له متدبس في حاجة تانية خالص. نشوفكم على خير مع فيديو بالسلام.